السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غالين، يا بعد شبدي، يلي كل حلمي وكل طموحي وكل أملي وكل ثقتي إنه أشوفكم السنة الجاية بالجامعة بالكليات اللي تطمحون بيها، وأسمع الأخبار الحلوة، وأسمع إنه أنتم فرحانين حيل ومتونسين لأن محققين الهدف، محققين الطموح، واصلين للكلية اللي تريدونها. وموضوعنا اليوم أيضا هو تمرين عن نقل الجملة الاستفهامية. ونقل الجملة الاستفهامية ينقسم إلى قسمين: استفهام يبدأ بفعل مساعد، واستفهام يبدأ بأدوات الاستفهام. شلون أحلهن؟ شلون أسويهن؟ حسب حليناه بالحلقة الثانية، التمارين الوحدة الثالثة، حتى تتذكرون قبل هذا الحلقة. وموجود الشرح كامل داخل القناة عن الجمل الاستفهامية وشلون تنقلها وتغير الضمائر وتغير الزمن وتغير ترتيب السؤال وتشتغل على زمينة كامل. عندك هنا التمرين الأخير اللي هو بالوحدة الثالثة، شغلة مرادفات: yearly سنوي، annual things you put over your ears to listen privately، أشياء تضعها في إذانك للاستماع بخصوصية، شي يسمونه headphone. The books like room، صندوق يشبه الغرفة. where interpreters work، الذي يعمل فيه المترجم، شي يسمونه booth، كشك. in a difficult situation، في موقف حرج. under pressure، تحت الضغط. give an idea of the meaning، إعطاء فكرة للمعنى. convey the sense، نقل المعنى. wanted and needed، in demand، يريد ويحتاج. unemployed، out of، مطرود أو غير مستخدم. out of. هذا كل ما يتعلق بتمارين الوحدة الثالثة للصف السادس الإعدادي. أشوفكم إن شاء الله بحل تمارين الوحدة الخامسة وفيديوهات ثانية وفيديوهات لاحقة إن شاء الله، ونلتقي على حب الله.